السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات مرحبا بكم، خصوصا البنات الجداد اللي انضموا للقناة ديالي. انا كنشكركم بزاف 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 لانكم تقتوا فيا، واخا القناة مازال في البداية ديالها ومازال ما فيها والو. صراحة انا مازال كنعتبرها خاوية، لان مازال عندي افكار وعندي خدمات كثيرة في شتى المجالات كما قلت لكم من قبل. يعني مازال عندي في المجال التقليدي، المجال العصري، مجال الحوايج الدراري الصغار، الفراش، كل شيء مازال عندي افكار جديده. لكن للاسف علاش للاسف؟ ما عرفتش للاسف. لكن ما عرفتش هاد للاسف عزيزه عليا نقولها، ربي السلامه. لكن بغيت نشكركم بزاف. المهم ما تديوش عليا، راه شي مرات كندخل ونخرج في الهضره. المهم كنشكركم بزاف وكنقول لكم مرحبا بكم، مرحبا بكم والف مرحبا. كاع اللي اشتركت جديده انا كنرحب بها وكنقول لها هذا يعني شرف ليا انك تكوني من المتتبعات ديالي في هذه القناه بلا القناه الاخرى اللي هي رسميه. اليوم ان شاء الله بغيت نغلف هذا باش يكون غادي مع لي زاكسيسوار ديال الكوزينه كاملين. غادي ناخذ القياس ديالو، عندي 30 ونص، لا 31. غادي نزيد فيها 10 سنتيم وافيه من كل جانب، يعني غنزيد 20 في التوتال غادي تعطيني 50 ونص. نقولوا 50 معليش لانه وفيت على هذا، درت 10 سنتيم من كل جهه في القطر 50، وهنايا نديرو 50. هاد المربع غادي نخرج منه الدائره كما العاده، على جوج نديرو على جوج ثم على 4. بهاد الطريقه هذه راه كيسهل لنا. كاينه الطريقه الاولى هي غادي ناخذ بالسنتيم هكا، غادي تعطيني 25 وكنحط هذا الراس اللي فيه 25 هكا ونطراسي. وكاينه الطريقه اللي وريتكم ديجا، وريتها لكم في يعني في الطابليه ديال الكوزينه. كناخذوا خيط وستيلو وكنديروا خط هكا، يعني طريقتين بجوجهم مزيانين. كما كتشوفوا كتجي كبيره. دابا غادي ندوز باش ندوز السورجي. ما دوز السورجي دابا غندوز. اول حاجه هي انني نخيط هكا، لكن دائما كندير دي بلي بحال هكا باش تمشي لي الدائره مقاده. من بعد ما خيطته بشكل دائري هكا، دابا غادي نجيب لاستيك نديرو الفنيته لاستيك وغادي ندخلو هنايا. بعد ما دخلت لاستيك دابا غادي نجي نوضعها في المكان ديالها. كاين لاستيك ما زيرتوش حتى نعرف شحال القياس غادي ندير. كنكون غلفت هذه بشكل يعني سهل وبسيط. هذا بالنسبه لهذه.
بالنسبه للسله ديال الخبز كما كتشوفوا انا غنستعمل هذا البانيو هذا، يعني ديال البلاستيك، لان بغيت الشبكه تجيني مربعه وفي نفس الوقت تجي شويه كبيره، حيت ما كنبغيش دوك الدائريين كيجيو شويه صغار. عندي واحد الكوير هنا قديم غير هو باقي مزيان، هذاك علاش غادي نحاول نستعملو. الطريقه اللي غادي ندير هاد السله هذه باش ندخل هاد اللون مع هذا، غادي نغلفها. اولا هاد البانيو غادي يتغلف من على برا، يعني بهذه الطريقه باش ما يبقاش يبان ليا نهائيا. الطريقه اللي غادي ندير، غادي ناخذ القياسات ديال الاسفل بهذا الشكل، يعني غادي نحاول نجيب من هذا القنت هذا من هنا حتى للدوره هنايا، يعني تقريبا عندي 36 سنتيم. 36 على من هنا 36 على 45 مربع كامل. غادي ناخذ القياسات ديال هذا الوسط هذا، يعني عندي 29 على 20، خصني نوضعها في الوسط هنايا. نحيدو من 45 غادي نحيدو منها 29 اللي لقينا هنا، يعني تبقى ليا 16 سنتيم. غادي نقسمها على جوج، يعني غادي خصني ندير هنا 8 سنتيم وهنا 8 سنتيم هكا. بالنسبه للجهه الاخرى عندي 36 سنتيم اللي عندي في الثوب، لكن هنا عندي 20 غادي نحيدها من 36، غادي تبقى ليا 16 غادي نقسمها على جوج، يعني 8 سنتيم. غادي نمشي بها من هنا هكا، هنا صافي هذا الركن هكا، وهنايا 8. كما قلت لكم واخا حددت هاد الخطوط ما غاديش نقطع، يعني هو نيشان غادي نخلي سنتيم على حساب الخياطه عاد نقطع هكا هكا. دابا غادي ندوز باش نخيط هنا هاد القنات هادو هكا كاملين، عاد غادي نركبهم بلاصتهم. كما كتشوفوا انا خيطته كيجي بحال هكا، غادي نركبو هنا. لكن واحد القضيه غادي ندخلو في بلاصتو هنا، لكن بما ان هاد البانيو كيزلق غادي نضطر ندير تقيبات صغار في القناه باش نجبدو مزيان، باش يجي يعني مجبد وشاد راسو مزيان، لان مع الهزان والحطان غادي يقدر يبقى يتنصل، هذا بقى يتحيد. هذاك علاش انا فضلت غادي ندير واحد التقيبات هنايا بالعافيه، تقيبات بساط صغار، لان هذا غيتغلف من بعد. وغادي نشد هذا خيوطه هنايا باش يبقى ثابت وشاد بلاصتو ومطوندي مزيان. كتشوفوا درت له خويطات هنا، انا درتهم بهذا الكوير هذا لانه موجود عندي، لكن ممكن ديروا خيوط غير عاديين بالنسبه اللي بغى يصاوب هذا الموديل. شوفوا راه التقابي كانوا صغار وسعتهم، وغادي نوضع هذا في هذا المكان هذا باش نحزمو الفوق.
من بعد ما حزمت هادو عندي جوج اختيارات، اما نخيطهم كما درت لهداك اللي تقطع لي، او غادي نردهم يعني بهذا الشكل هذا. نزير مزيان الخياطه، نزير مزيان الحزمه، من بعد نردهم في المكان، رجعوا للاسفل. بهذا الشكل هذا الطريقه درتها للقنات الاخرين. كتشوفوا يجي مجبد هكا. دابا غادي ندوز باش نغلفو للداخل. بالنسبه لهذا الداخل هذا غادي ناخذ القياسات بهذه الطريقه هذه، يعني غادي نحاول نشيط واحد 3 سنتيم هنا، وناخذ العبار هكا بهذا الشكل هذا حتى ندور عليها كامله. يعني غندير فيها 45 سنتيم، والجهه الاخرى عندي فيها 56، يعني 56 على 45. من بعد ما قطعت الطرف هو هذا، دابا غادي ناخذ القياسات ديال الداخل. من هنا عندي 29 على 19. غادي نحاول ندير كما درت في الاول، يعني لهذا الغلاف البراني غادي نديرو دابا العكس هنايا، لكن على الوجه ديالو ماشي على الظهر. غادي نحاول نوضع 29 على 19 في هذا الوسط، بالطريقه نفس الطريقه اللي درت في الاول. نفس الطريقه اللي كنت درت في الاول هي هذه، غير كما قلت لكم على الوجه ديالو. دابا غادي ندوز باش نخيطو من جميع الاجزاء هنايا، خياطه هكا كاملين غادي نخيطهم بنفس الطريقه. للاسف واحد الحاجه ما ضربتش حسابها، وهي ان هذا الخط ما جايش نيشان، يعني راه مقعر لداخل، راه مضيق وغادي وكيوسع. لكن الا وقعتوا في هذا المشكل كما وقع لي انا دابا، ما يمكنش غادي نضيع هذا الطرف كله ونمشي نفصل واحد اخر. كما كتشوفوا راه ما غاديش يجي قدو. يعني اش غادي ندير؟ غادي نمشي نفتح هادو وغادي نعاود نزيد لهم طريفات كشكل مثلثات رقيق من التحت وغادي وكيوسع، باش منها نستعملوا هذا وفي نفس الوقت تجي قد السله. الطرف ديال الثوب طوي على 2 ثم على 4 باش يعطيني القناه ب4. وغادي نجيب المثلث وندير من الوسط ديال هنا، غادي ندير من الوسط ديال هنا حتى الخط حتى لهاد الجهه هكا، كذلك الجهه الاخرى، يعني كحل بديل لهذاك الخطا اللي وقعت فيه، لانني ما رديتش البال. كتشوفوا غادي يجوني بحال هذا الشكل، لكن انا القياس ما عارفاش بالضبط، يقدر يجيني كبير بزاف. لهذا غادي ناخذ هذا وغادي ندير له لاستيك هنا، يعني غنخيطو بلاستيك باش يعطيه لي مكمش، في نفس الوقت غادي يعطيني واحد المنظر اخر. دابا ندوز باش نخيط لهم لاستيك، عاد كل واحد نخيطو بهذه الطريقه هذه، يعني نبدا الخياطه من هنا ونكمل من هنا. ما درت لهم لاستيك بهذا الشكل هذا. دابا غادي ندوز كما قلت لكم نخيطهم باش كنخيط هاد لاستيك هذا في هاد الجهه، كنوضع الخياطه من هنا ونخيط، من بعد غادي ندورو من هكا، كنجيبو ندورو ويتخيط من الجهه الاخرى. كتشوفوا كيجي بحال هكا، لكن كيجي واسع من هنا حيت لان زدت بزاف هنايا. دابا غادي ندوز باش ندير له لاستيك من الداخل هكا كما درت في الاول باش يتجمع وغادي يجيني مزيان ان شاء الله. وانا خيطته غير هو بغيت نعطيكم واحد الفكره على هذا اللاستيك هذا هو اللي كيكون في القيطمات وداكشي كيكون رقيق. ممكن انا كنخيطو مره مرين اللي ما لقيتش داك الرقيق الاخر، وفي نفس الوقت الا بغيت ندير الحاشيه غير رقيقه بحال هكا كنستعمل هذا عوض داك الاخر الغليظ، لان باش ما تشدوش الخياطه، وكنوليو نقادو هذا على خاطرنا، يعني ما كيبقاش شاده الخياطه ونبقى واحلين معاه. يعني خصنا نعاودو نحلو الخياطه باش نجروه. لهذا غادي ندوز دابا باش نوضعوه بلاصتو.
كما كتشوفوا كيجي الشكل ديالها بحال هكا يعني مغلفه وما كيبقاش عندنا الديفو الحمد لله. بالنسبه لهنا ما درتش لاواط لان ماشي ضروري. كما كتشوفوا يعني السمك ديالها ماشي كبير بزاف، الا زدت لاواط ربما يعني ما بقاش عندي المجال فين نحط بزاف ديال الخبز. هذاك علاش يعني هذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوا. يعني واخا وقع لي هذاك الديفو، لكن الحمد لله نقدنا هاد الشبكه هذه، نقدنا هاد السله ديال الخبز الحمد لله. بالنسبه لي انا الصراحه ما عمرني خدمتهم، اول مره نخدم هاد السلات او الخاصين بالخبز، وكنتمنى انها تكون جات زوينه وتوفقت انني نصاوبها مزيان من المره الاولى. الشكل ديالها كما كتشوفوا هو هذا. نتمنى تكون عجبتكم ونكون سهلت عليكم الشرح، لان صعيب شي شويه خصوصا حيت كتكون اول مره غادي ندير شي حاجه كتجي شويه صعيبه باش نشرح لكم. كما كتشوفوا الكرتون حطيته حدايا. فكرت انني ندير لها الغطاء، لكن حتى تجيني الفكره ديالو، لان ما بغيتش الغطاء يجي غير مسدود، لان ما غاديش يخلي لي مجال بزاف الخبز فين يكون. هذاك علاش غادي نحاول نفكر شي فكره ان الغطاء يجي شويه يعني هكا مقبب، او المهم طالع شي شويه. المهم ماشي مشكل. الغطاء الا كنت غنزيدو لكم فيديو مع شي حاجه اخرى ان شاء الله، مع ديال لي زاكسيسوار ديال الكوزينه. نتمنى تعجبكم، ونتمنى كما دائما كما كنطلب منكم دائما دعموا القناه ديال الخياطه باش توصل للمستوى اللي وصلت له القناه الاخرى الرسميه اولزها، باش يعني الناس يتعاطوا الاعمال اليدويه والخياطه بكثره، لانها مفيده في الحياه اصلا، وكذلك كتملا الفراغ وما كيبقاش بنادم جالس غير كيفكر او يحس بالاحباط في حياته. هذاك علاش دائما نحاولوا ما امكن تكونوا اكتيف، يعني تكونوا حركيين وتكون فيكم الحماس باش تصنعوا اشياءكم لراسكم. نخليكم دابا ونتمنى توصلوا هذا الفيديو للاصدقاء ديالكم والناس اللي كتعرفوا باش يستافدوا من هاد المسائل ديال الاكسسوارات ديال المطبخ او حتى المجال ديال الخياطه ككل. يلا نخليكم بسلامه.